أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش تأثير التحالف بين جبهة تحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو على الأوضاع الميدانية والسياسية في إثيوبيا، ونتساءل: ما خطة الحكومة الإثيوبية لمواجهة تقدم جبهة تحرير تيغراي؟ وكيف ستواجه التهديد الجديد بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا؟ كما نتساءل: كيف يؤثر تحالف جبهة تحرير تيغراي وجبهة تحرير أورومو على الأوضاع في شمال إثيوبيا وبقية مناطق البلاد؟ وهل تؤدي الدعوات الداخلية والخارجية للتهدئة إلى نزع فتيل الصراع المتواصل بين الجانبين؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيوفي من أديس أبابا: الدكتورة مكة آدم، الباحثة في الشأن الإثيوبي، ومن ستوكهولم عبر سكايب سعاد عبدو محمد، الناشطة السياسية، ومن الخرطوم الدكتور محمد خليفة صديق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية. نتابع النقاش مباشرة بعد التقرير. تطورات جديدة في إثيوبيا تنذر بتغييرات ميدانية وسياسية عديدة بعدما أعلنت جبهة تحرير تيغراي أنها تبحث مع مقاتلي إقليم أمهر الشمالي الزحف نحو العاصمة أديس أبابا. جبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية منذ نحو عام تتقدم في بعض مدن شمال البلاد، إذ أعلنت السيطرة على مدينتي كومبوليتشا وديسي الاستراتيجيتين في إقليم أمهرة، وتقاتل حاليا في محاولة إبقاء السيطرة عليهما مع مواجهة هجمات مكثفة من القوة الحكومية. ولا تبتعد المدينتان سوى 400 كيلومتر شمال العاصمة أديس أبابا، مما يجعل المعارك المقبلة محددا كبيرا لمسار الحرب والمعارك في إثيوبيا. من جانبه تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالنصر في معارك الشمال، لكنه دعا المواطنين إلى حمل السلاح والوقوف إلى جانب قوات الأمن في مواجهة مقاتلي جبهة تحرير تيغراي. دوليا أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء تقارير استيلاء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مدينة ديسي وكومبوليتشا في إقليم أمهر الإثيوبي، محذرة من أن تجدد الاشتباكات سيطيل أمد الصراع. فإلى أين تتجه الأحداث في إثيوبيا مع تقدم جبهة تحرير تيغراي وتحالفها الجديد مع جيش تحرير أورومو؟ وما معالم خطة أبي أحمد لصد الزحف المتوقع على العاصمة أديس أبابا؟ نبدأ النقاش مباشرة مع ضيفتي من أديس أبابا دكتور مكة آدم. دكتور مكة، تحالف بين جبهة تحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو والسيطرة على مدينتي كومبولوتشا وديسي الاستراتيجيتين وتلويح بالزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا، ما حجم التهديد الذي تمثله هذه التطورات للسلطات المركزية في أديس أبابا؟ السلام عليكم ومرحبا بك وبضيوفك الكرام. أولا نشكرك لاستضافتي لي في هذه الحلقة. أما عن تقدم جبهة تحرير تيغراي، أعتقد أنه جبهة تحرير تيغراي تقدمت من ناحية دسي وكومبولشا لأنها تنوي أن تفتح المجال أو تقطع الطريق على أثيوبيا عن طريق جيبوتي، وهذا هو همها، والضغط على الحكومة الأثيوبية أن تتفاوض معها، لأن الحكومة الأثيوبية رفضت المفاوضات مع جبهة تحرير تيغراي، لأنه جبهة تحرير تيغراي طعن الجيش الوطني الأثيوبي في ظهره وهو نائما في نوفمبر، واليوم يمثل هذا اليوم هو اليوم الذي طعنت فيه جبهة تحرير تيغراي الجيش الوطني الذي كان يحمي أقليم تيغراي وأثيوبيا من الاعتداء الخارجي. ولذلك
جبهة تحرير تجراي تنوي الضغط على الحكومة الأثيوبية لكي تتفاوض. وهذا هو حتى التلويح بالزحف باتجاه العاصمة إذا اقتضت الضرورة ذلك كما قال المسؤول في جبهة تحرير تيغراي. حتى هذا التلويح يأتي في سياق الضغط من أجل التفاوض أم أنه ربما يتحول إلى واقع حقيقي؟ نعم، الآن أعتقد هناك دفاع شديد وهجوم على الجبهة من كل النواحي، من ناحية إقليم عفر ومن ناحية إقليم أمحرة، لأنه إقليم أمحرة هناك عدة مناطق من إقليم أمحرة كان سيطرت عليها جبهة تحرير تجراي عندما أعطوهم المهلة، والآن يعني خرجوا من تلك المناطق يعني بأقل من أسبوع. حاولت أو تمكنت قوات الجيش الأثيوبي وقوات أمحرة والقوات الأخرى التي شاركت في الحرب أن تدحر جبهة تحرير تجراي من إقليم أمحرة، وكذلك رأينا كيف دحرت قوات أثيوبيا كيف دحرت جبهة تحرير تجراي في إقليم عفر. والآن فقط يريدون أن يضغطوا على الحكومة الأثيوبية، هذا هو ما نراه. وثانيا عندما يقول إنهم تحالفوا مع جبهة تحرير أوروميا، أولا لا يوجد جيش منظم لتحرير جبهة أوروميا، ليس لهم القدرة على مواجهة الجيش الأثيوبي. نعم. جبهة تحرير أوروميا نحن يعني الجيش، نعم الجيش ليس له جيش منظم، يعني هم عبارة عن عصابات يعني تنهب وتسرق المواطنين العزل، ولكنها ليس لها أي قدرة إنها تواجه الجيش الأثيوبي. فالتحالف لا يعني شيئا، يعني لا يعني شيئا، ليس لهم وجود. يعني حتى جبهة تحرير أورومو أو الجيش لجبهة تحرير أورومو لم نراه قبل اليوم يعني نعم. يواجه الجيش الأثيوبي، ولكن جبهة تحرير تجراي تستخدم جبهة تحرير أورومو للضغط على الحكومة المركزية في أثيوبيا. هذا هو التحرير. طيب دكتور مكة، دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المدنيين لحمل السلاح ومواجهة جبهة تحرير تيغراي إلى أي مدى ينبئ باحتمالات نشوب حرب أهلية واسعة النطاق يكون وقودها المدنيون؟ نعم، أعتقد رئيس الوزراء دعا إلى أنه الأثيوبيين يدافعوا عن أرضهم وعن وحدة أثيوبيا، هذا ما دعا إليه، ولم يدعو إنه المواطنين يعني يحملوا السلاح كده يعني بطريقة همجية، لا، تحت كوماند، يعني يكون تحت كوماند وتحت الجيش الأثيوبي أو الحكومة الأثيوبية المركزية. لأنه اليوم أيضا أخرجوا قرار بأنه أي شخص يكون حامل السلاح لازم يكون مسجل عند الحكومة. اليوم يعني أصدروا هذا القرار وقالوا إنه أي شخص لازم يسجل، أي شخص لديه سلاح لازم يسجله في الحكومة، أما إذا لم يسجل فسوف يصادر ذلك السلاح. فبالتالي يعني أنا أعتقد إنه دعا إنه يعني يكون المواطنين يدافعوا عن حقوقهم وعن أرضهم، هذا حق. يعني ما ممكن رئيس الوزراء يعني يرى شعبه تنهك حقوقه ويكون جالسا يعني ولا يفعل شيئا، لا بد أن يفعل شيئا ويحمي الشعب. يعني ما هو دور الحكومة وما هي دور الحكومة المركزية؟ دورها الأساسي هو حماية الشعب من الانتهاكات. فبالتالي هو دعا إنه الشعب يحمي نفسه، كما يعني ذكر إنه هناك قوات خارجية تدعم قوات جبهة تحرير تيغراي، وكذلك هناك كثير يعني في الحدود الأثيوبية هناك يعني عندنا حدود مع الصومال، فيمكن الجماعات الإرهابية تدخل وتستغل هذه الفرصة لزعزعة الأمن في البلاد، ولذلك لا بد لأي شخص أن يدافع عن نفسه. هذا ما دعا إليه رئيس الوزراء. ولا أعتقد إنه لو تسمحين لي، إلى جانب الإجراءات التعبوية التي اتخذتها السلطات المركزية وآخرها كان إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ما هي المسارات السياسية التي ربما تسير فيها لحلحلة الأزمة بالطرق السياسية؟ نعم، أنا أعتقد أنه في البداية أولا الأولى أنه يعني
يبعدوا جبهة تحرير تجراي من الانتهاكات التي يتعرض لها، أو الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في إقليم العفر وإقليم أمحرة. هذا يعني المفروض الحكومة أولا تبعد جبهة تحرير تجراي من إقليمي أمحرة والعفار، وبعد هذا يعني نرى إذا كان هناك مفاوضات أو لا. نعم، انتقل إليك أستاذة سعاد عبد محمد ضيفتي من ستوكهولم. الأهمية التي يمثلها التحالف بين جبهة تحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو على المستويين السياسي والعسكري بالنسبة لجبهة تحرير تيغراي. نعم، على مستوى السياسي طبعا أبي أحمد ليس لديه فقط معارضة من تيغراي، بل لديه معارضات من أورومو، وأورومو على رأسها جالمارو الذي يعرف عنها الكثير أن لديه قوات، وهم الآن وصلوا في كميسة حتى. هذا على مستوى السياسي، والمعارضات الأخرى لبني شنغول وغيرهم يعني كثير جدا، لأن المشكلة أنه إثيوبيا كانت دولة فيدرالية، والفيدرالية الآن رفض أبي أحمد أن تكمل، وبالتالي الفيدرالية التي أعطت الحق لكل إقليم أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يحافظ على كينونته وعلى عاداته وعلى لغته. يعني هذا هو القانون الأساسي اللي كان موجود، وأعطى لكل الشعوب، لأنه نحن شعوب مختلفة في كل الأقاليم. فبالتالي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي ليست إرهابية كما توصف أو متمردة، إنما هي حكومة إقليمية اعترف عنها من قبل الحكومة المركزية، وكذلك انتخبت من قبل أهل تيغراي. فبالتالي فهي ليست تمرد، إنما هي اعتراض على أبي أحمد الذي كما قالت الأخت نحن شعب إثيوبيا، ما زلنا نحن من تيغراي نعتبر شعب إثيوبيا. فبالتالي كيف رئيس حكومة من هنا يدافع عن شعب، ومن هنا يبني شعب، يقتلهم ويقذفهم بالطائرات ويقتلهم ويمنع عنهم كل المواصلات حتى تصل لهم المؤونات الأساسية قبل الحرب ب3 سنوات. فألسنا نحن شعب من شعب إثيوبيا؟ ففي تعارض كبير في الكلام، لأنه نحن لم نأتي من دولة أخرى، نحن لسنا خارج من إثيوبيا، إنما نحن إثيوبيين، ولنا الحق أيضا في العيش كما لهم الشعوب الأخرى أيضا لها حق أن تعيش. نعم. فبالتالي هذا تحالف أساسي، لأنه المعارضة ليست فقط من قبل إثيوبيا من تيغراي، إنما من قبل الأورومو، من قبل المعارضات الأخرى. هذا جبهة تحرير تيغراي أستاذة سعاد بعد تحالفها مع جيش تحرير أورومو تدرس الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا في حال احتاج الظرف إلى ذلك، كما صرح مسؤول فيها. إلى أي مدى هذا تهديد جدي من قبل جبهة تحرير تيغراي، وإلى أي مدى الجبهة قادرة على إنفاذ هذا التهديد؟ هذا ليس تهديد، هم في طريقهم. يعني هم أخبروا أيضا، المتحدث الرسمي تكلم في هذا الأمر، أنهم في طريقهم لا محالة، لأنه ليسوا هم الآن يطلبون المفاوضات من البداية طلبت من أبي أحمد، رفضها، لم يقبل بذلك. حتى أمريكا أيضا طلبت منه أن يتفاوض فرفض. فالآن هم بصدد أن هذا الحكم يجب أن يسقط، لأنه حكم همجي، حكم فاشي، يعني لا يرى غيره من الناس. فبالتالي الأورومو والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في طريقهم، في أي وقت ممكن أن يحتلوا أديس أبابا، ولذلك هو أعلن ولكن هناك معارضة يعني واضحة وصريحة من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر عنها المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، معارضة حصار أديس أبابا من قبل جبهة تحرير تيغراي أو الدخول إليها. كيف يمكن للجبهة أن تتعامل مع هذا الموقف من الناحية السياسية؟ أكيد السياسيين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يتعاملون مع هذا الموقف بما هو قانوني
ويعلمون أن كما لكل الناس أن تدافع عن أنفسها وعن حقها، فهم أيضا يدافعون عن حقهم الشرعي في أن لا يموت شعب التجراي بالمجاعة بمنعه للطرق. في بداية هو فتح الطرق لإيصال المساعدات لشعب التجراي، هذا هو الهدف الأساسي. ثم بعد ذلك يمكن أن يكون مفاوضات لا محالة، لكن مع من وكيف يكون هذا ما لا نعلمه حتى الآن. نعم، انتقل إليك دكتور محمد خليفة صديق ضيفي من الخرطوم. التوتر الواقع حاليا والذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع مواجهة أكبر أو تحول البلاد إلى حرب أهلية واسعة النطاق، كيف يؤثر على دول الإقليم ودول جوار إثيوبيا وخاصة السودان؟ نعم، أعتقد أن هذا التوتر الكبير إن حدث فإنه هو الآن طبعا بدأ في الخروج إلى الواقع، سيؤثر على المنطقة برمتها. وبداية التأثير كانت من حركة النزوح الواسعة التي خرجت من إقليم تجراي حينما بدأت حرب أبي أحمد ضد إقليم تجراي في 2020، وهذه خلفت ملايين النازحين في داخل السودان. وأيضا ستؤثر على إريتريا بالتحديد، لأن إريتريا كانت جزء من حرب أبي أحمد ضد التجراي بحكم العلاقة السيئة بين إقليم تجراي وبين الإريتريين أو الحكومة الموجودة في إريتريا. أيضا سيكون هناك تأثير على المنطقة في منطقة الغرب الأفريقي، الصومال، جيبوتي والكينيا أيضا باعتبار أيضا الجوار. والآن هذا التحالف الذي حدث بين جبهة تحرير تجراي وبين جبهة تحرير أورومو هو مرشح لأنه يقوى ويزداد، خاصة بعد تهديده باجتياح العاصمة أديس أبابا، لأن العاصمة أديس أبابا معلوم أنها هي ضمن إقليم أورومو، ولكن أبي أحمد خلال ولايته وهو ينحدر من أورومو لم يعترف بأن العاصمة أديس أبابا هي جزء من إقليم أورومو، ولم يعترف باللغة الأورومية. فلذلك ربما هذا هو الذي جعل الأورومو لا يرون أن أبي أحمد يمثل عرقية الأورومو في السلطة الآن في إثيوبيا. فلذلك أعتقد أن كلما زاد هذا التوتر وازدادت حدة الحرب الداخلية أو انزلقت إثيوبيا إلى حرب أهلية، هذا سيضر بالإقليم ضرر كبير، لأن إثيوبيا هي دولة حاكمة في المنطقة، هي مغر الاتحاد الإفريقي، واستقرارها مهم جدا لمنطقة الغرب الإفريقي، وهي منطقة ساخنة دائما بالأحداث وبالمشاكل. دكتور محمد خليفة، لو تسمح لي يعني تخفيف هذا التوتر، فيما إذا مضت جبهة تحرير تجراي قدما في توجهها باتجاه العاصمة مع حلفائها، كيف من الممكن أن تكون ردود الفعل الدولية الرافضة لهذا التقدم وهذا الزحف، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أنه حتى الآن هذا التحرك من جبهة أورومو وجبهة تحرير تجراي تجاه أديس أبابا هو من باب الضغط على أبي أحمد للتفاوض مع جبهة تحرير تجراي. لكن أعتقد أنه هذا التحالف بين تجراي وبين أورومو هو تحالف سيكون قوي، باعتبار أن تجراي تمتلك القوة العسكرية والمعرفة وتمتلك الإمكانيات العسكرية، وجبهة تحرير أورومو تمتلك البعد السكاني، لأن أورومو هي تقريبا 40% من الشعب الإثيوبي هم ينحدرون من عرقية الأورومو. فلذلك هو تحالف ليس تحالفا سهلا، وربما مرشح لأنه يقود البلاد، لأن الآن أبي أحمد بعد تكوين حزب الازدهار ربما هو فكك الجبهة الشعبية لتحرير شعوب إثيوبيا التي كانت تضم 4 إثنيات، هي التجراي والأمهرة وشعوب جنوب إثيوبيا والأورومو. فلذلك حزب الازدهار الذي يرأسه أبي أحمد هو الذي بدأ في تفكيك العرقيات الإثيوبية. ولذلك الآن هذا التحالف ربما هو يريد أن يعيد جبهة تحرير الشعوب الإثيوبية التي حكمت إثيوبيا منذ عهد الرئيس ميليس زيناوي، والآن هي تعيد. طيب دكتور محمد خليفة، يعني الحديث عن قوة التحالف هو تهديد خطير. الحديث عن قوة التحالف بين جبهة تحرير تجراي وجيش تحرير أورومو يلفت نظرنا إلى تصريح لأبي أحمد تحدث فيه عن وجود مقاتلين أجانب
ونقل عنه أن هؤلاء الأجانب هم من العرق الأبيض. ما الرسالة التي يحملها أبي أحمد في هذه العبارة وإلى من يوجهها؟ نعم، أعتقد أن أبي أحمد يوجه رسائل خارج إفريقيا، باعتبار أنه حينما أشار إلى العرق الأبيض ربما يشير إلى مرتزقة جاءوا من مناطق خارج إثيوبيا يقاتلون مع جبهة تحرير تيغراي. ومعلوم أن منطقة إفريقيا عموما وإثيوبيا على وجه الخصوص هناك تحركات لعدد كبير من الدول، وهي منطقة صراع كبيرة ومنطقة محاولة لفرض الوجود، خاصة أن منطقة الران الأفريقي إطلالها على البحر الأحمر وعلى المحيط الهندي هي منطقة استراتيجية ومهمة لكثير من الدول، فلذلك ربما وجود المرتزقة الأجانب هو ليس مستبعد. كذلك جبهة تحرير تيغراي تاريخيا كان لها علاقات واسعة حينما كانت تحكم إثيوبيا. جبهة تحرير تيغراي حكمت إثيوبيا لأكثر من عقدين من الزمان، فلذلك هي قد تكون لها علاقات واسعة الطيف مع عديد الدول والمؤسسات. أعود إليك دكتورة مكة آدم، وباختصار شديد، إذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدها باستبعاد إثيوبيا وعدد من الدول الأخرى من المعاملة التفضيلية في المعاملات التجارية، أين يضع هذا الموقف الاقتصاد الإثيوبي؟ باختصار لو سمحتي. نعم، معلش ممكن أرد عليه كلمات، لأنه الأخ محمد يعني في غلطات كثيرة قال عن أثيوبيا، يمكن ما قرأ المشهد الأثيوبي كويس. قال إنه أبي أحمد منع اللغة الأورومية، لكن ما منع، هو أبي أحمد ادخل اللغة الأورومية كلغة يعني national language في أثيوبيا. وثانيا قال انه ابعد العرقيات، بالعكس في جبهه تحرير تيغراي كان فقط 4 عرقيات هي المكونه للحزب، والان كل العرقيات كان مبعدين بني شانغول، وكان مبعدين صوماليا وصومال، وكان مبعدين العفر. دقيقة، لا لازم أكمل، لأنه هو قال يعني أخطاء لازم أصححها. وكل هذه العرقيات دخلت في حزب الازدهار. وبالمناسبة في عهد جبهة تحرير تيغراي سيداما، إقليم سيداما حتى رفضوا إنه يدوهم، رفضوا إنه يكونوا نفسهم كإقليم، ولكن أبي أحمد أعطاهم الحق وكونوا نفسهم كإقليم. في عهد جبهة تحرير تيغراي حتى قتلوا عدد كبير من السيدامة، قتل لأنهم طيب. دكتورة مكة، يعني أعتذر منك، أنا لا أستطيع أن أعطيك المزيد لا أستطيع أن أعطيك المزيد من الوقت، لأن الوقت يدركني. كنت أتمنى أن أستمع منك إلى لجواب على السؤال الذي طرحته، ولكن أنقله إلى الأستاذة سعاد عبد محمد. أستاذة سعاد عبد محمد، باختصار شديد، الموقف الذي يمكن أن تكون فيه إثيوبيا في حال استبعادها من المعاملة التفضيلية التجارية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة الحالة الاقتصادية يعني تقريبا الآن حتى وصلت إلى الحضيض، يعني منحدرة جدا مما كانت فيه، لأنه إثيوبيا كانت وصلت في الاقتصاد كما يعلم الجميع إلى درجة لا بأس بها من أفريقيا، وكانت في الصعود. الآن نزلت من الحرب، ثم الآن يعني أن تقصى من أمريكا، معناته معونات كثيرة جدا يعيش عليها شعب إثيوبيا سينقطع عنه، فحتكون يعني حالة فقر وحالة انحدار إلى ما هو أسوأ وأسوأ في رأيي. نعم، أنتقل إليك دكتور محمد خليفة صديق، وباختصار أيضا لو سمحت، الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذا النزاع. أعتقد أن الدور الذي ستلعبه المنظمات الإقليمية، دور الإقليمية بالتحديد، هو دور مهم، لكنه سيكون عاجزا باعتبار أن أديس أبابا هي مقر الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي حينما تكون القضية متعلقة بإثيوبيا لا يستطيع أن يكون له دور قوي باعتبار أنه موجود في العاصمة الإثيوبية، ولذلك لن يستطيع أن يخالف الحكومة الإثيوبية في كثير من التحركات. لكن ربما يكون هناك أدوار أخرى للأمم المتحدة، لمنظمة التعاون الإسلامي ربما، أو منظمات من خارج القارة الإفريقية قد تكون لها تأثير قوي وكبير على الداخل الإثيوبي، لأن الضغط على أبي أحمد يحتاج إلى قوة أكبر يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة أو تقوم بها دول أخرى خارج إفريقيا.
ماذا عن طبيعة هذا الضغط الذي يمكن أن يمارس؟ يجب أن يكون هناك ضغط كبير على أبي أحمد لإيقاف هذه الحروب وللبدء في حوار مباشر مع المتمردين إن كانوا في جبهة تحرير تيغراي أو جبهة تحرير أورومو، لأن الحوار والجلوس للحوار هو الحل الأمثل. لكن أبي أحمد الآن يريد أن يلجأ إلى الحرب لحسم هذه المشكلات، والحرب تزيد وتفاقم الأوضاع بأكثر مما هي عليه الآن. إثيوبيا هي أكبر مورد للنازحين واللاجئين في المنطقة. فكل ما زادت وتيرة الحروب هذا يعني الابتعاد عن الحلول السلمية وإيقاع إثيوبيا في ربما تصل إلى مصير يوغوسلافيا السابقة وتتفكك. وهي دولة مهمة جدا في منطقة القرن الإفريقي. أشكرك جزيل الشكر من الخرطوم دكتور محمد خليفة صديق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة إفريقيا العالمية. وأشكر ضيفتي من ستوكهولم سعاد عبد محمد الناشطة السياسية، ومن أديس أبابا دكتورة مكة آدم الباحثة في الشأن الأثيوبي. شكرا جزيلا لكم جميعا على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.